اكمل بقى. فمش عيب ان احنا نتكلم ب... بلهجه الانجليزي، بس عيب ان احنا نتكلم عربي بلهجه. يعني هو ده العيب، ان احنا نتكلم عربي كده هون. نقول اصلا انا ما اعرفش عربي، اصل انا بتكلم انجليزي على طول في المدرسه، بيكلموني انجليزي I don't know what are you saying. ده اللي عيب، انك تتكلم عربي باكسنت. بس مش عيب انك تتكلمي انجليزي باكسنت، عشان انت اصلا دي مش لغتك الاولى. فلو قلتي مثلا هلو هاو ار يو، this is Ben، this is Ben دي يعني نحاول بس نتك على بي، نتك عليها عشان دي بتبقى في حرفين بي وبي، يعني مش لازم دي نقولها بالظبط. يعني Ben، this is Ben، this is Ben and I think that الألمان بيكلموا كده، كانوا بيقولوا I think what are you thinking of. I am thinking of something like يعني ما عادي، محدش بيتريق عليهم خالص. احنا بس اللي في مخنا كلاكيع، فلازم الانجليش يبقى oh my god she said like what did she say. Did she say pink instead of pink. oh my god بلدي دي بلدي قوي على فكره. ما بتعرفش تتكلم عربي، قصدي ما بتعرفش تتكلم انجليزي وتتكلم عربي، تتكلم عربي. دي بلدي قوي والله. قريب بقول لك اي حد يعني بيتكلم عربي يبقى بلدي بقى خلاص. يعني هنوصل للمرحله دي من كتر التخلف اللي احنا فيه. يعني اهم لغه هي العربي بجد، دي لغتنا ولغه بلدنا، فلازم نعتز بيها ونتكلمها كويس، ونحو وبلاغه وادب وكله كله وشعر. يعني انا ضايعه في الحاجات دي، بس يعني ده عشان انا كنت فعلا عايشه بره. بس والله بجد لا، كنت عايشه فعلا بره وانا صغيره، ودي مش حاجه انا يعني طبعا كنت مبسوطه، بس قصدي مش مبسوطه ان العربي بتاعي مش حلو، عشان بيعطلني. يعني دلوقتي في شغلي بيعطلني ان العربي بتاعي مش كويس، ما بعرفش اقرا بسرعه. القصص الروايات العربي بتاخد مني وقت كتير قوي عشان اقراها. الانجليزي بطبعه لغه سهله، العربي صعب. فلو انت وانت صغيره تعلمي عربي لانها لغتك الاولى، تعلميها الاول كويس جدا، وبعدين اي حاجه تانية تبقى اسهل او سهله يعني.